السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد أسطوري مسنطر اللي دائما بتطلبوه مني. يا مراد عملنا فلوج عيد، يا مراد عملنا فلوج عيد. طبعا شباب أنا بقدرش أعمل بالسنة إلا فلوجين عيد، فلوج بالعيد الصغير عيد الفطر، وفلوج بعيد الأضحى اللي إحنا حاليا فيه. طبعا اليوم التاريخ 6/6 وهو أول يوم بالعيد الأضحى. طبعا أنتم بتجوز تسألوني هلا وين رايح، وين بدك تستفتح يومك يا مراد. حاليا يا شباب بدي أروح أحلق. طبعا هون بألمانيا الحلاقين ما بيسكروا، يعني هذا الحلاق عربي ولكن عادي عيد مش عيد، بفضل فاتح طبيعي، بس بسكر يومة الأحد اللي هي العطلة الرسمية. فبدي أروح حاليا أحلق شعراتي. طبعا إلي بالعادة أنا بفلسطين أضلني ليلة العيد وأول يوم العيد صاحي، يعني يومين ورا بعض ما نامش بالمرة، ويسألوا أصحابي بالتعليقات جد ما نامش. بس حاليا لا، اليوم عادي نميت يعني، وزي كأنه في العيد أصلاً. بدي أروح أرفع أعمل شعراتي أحلقهم، بعدين بروح الدار احط كريمات ومش عارف شو، بصور لكم ان شاء الله كل هاي الاشياء. والناس اللي بتسال اذا في فقره خرز، ان شاء الله راح احاول بالفيديو احط لكم فقره خرز، ابشروا من نص الحاره. فبس خلوكم معنا حاليا، تنسوش اللايك والاشتراك بالقناه وزبطوا لنا الوضع عشان نوصل 110,000 قريبا، ضل 1000. فبحبكم جميعا، خلوكم معنا بالفيديو مشاهده ممتعه. واجيت هون اول يوم العيد عند الحلاق على الساعة 10 الصبح عشان احلق مثل ما شايفين. قعدت على الكرسي، اجا دوري، طبعا كان قدامي فقط واحد لا غير. وهون مراد بمسي عليكم وانا قاعد على كرسي عند الحلاق. وهون مثل ما شايفين برضه لسه ما كانش حالق لي، ما كان لسه مبلش. وهون يا اخوان حلق لي، كان ضايل لي بس اللحية، فاكتبوا لي رأيكم اذا خلي اللحية ولا لا. طبعا مثل ما شايفين يا اخوان بتلاحظ على المحلات فاتحين طبيعي بالعيد، واصلاتهم فيش عندهم عيد، يعني هون فيش اجواء عيد، ولكن الناس نفسها اللي يمكن تعمل شوية اجواء. فالمحلات تلاقيها فاتحين مثل ما شايفين عادي طبيعي. طبعا انا حاليا خلصت حلاقة يا اخوان. طبعا بس بحلق الاطراف الجوانب مثل ما شايفين. طبعا هي الحلقة بتعجبنيش كثير صراحة، مش 100% الحلقة، ولكن بتضطر هون تحلق لانه فيش اشطر، يعني ما بتلاقيش حلاقين هون شاطرين، يعني حلاقين فلسطينيين هون فيش بالمرة، فبتلاقيش حلاقين شاطرين، فبتضطر تحلق ايش ما كان صراحة يعني. طبعا هاي الحلقة اي اشي بدك تضيف عليها بتصير تضيف عليها فلوس. كيف يعني؟ مثلا يا مراد، يعني مثلا الحلقة العادية اللي زي هيك هاي ب15 يورو، اذا بدك تزيد عليها بتصير تزيد مبالغ تانية. يعني مثلا زدت اللحية تزيد لك عليها بتصير 20، بدك تغسل شعرك بتصير 25. طبعا 25 يورو يعني عمالك تتكلم على تقريبا 100 شيكل. فانت كل ما بتصير بدك تزيد عليها بدك تصير تدفع بزيادة. عرفت علي كيف؟ فحاليا انا بدي اروح الدار اعمل جلسة حلاقة تانية، بدي اروح اقيم اللحية واحط كريم نعناع. فخلوكم معنا. جيت يا اخوان اعمل شوبينج، اشتري بعض الاغراض مثل ما شايفين. طبعا يا اخوان حاليا فقرة حلق وجهي، بعدين عندي كريم النعناع مثل ما شايفين بحط منه. فبدي اعمل هاي الفقرة السريعة وبعدين احكي لكم شو بدي اكمل لكم الفيديو وهل في خرز ولا لا، فخلوكم معنا. طبعا يا اخوان هيك اول مرحلة تمت، حلقت وجهي مثل ما شايفين. ضل ايش انعمه؟ ما كنت الخدود مين بعرفها، فلازم اعمل وجهي فيها بعدين بنحط كريم. فليتس جو. وبهيك يا اخوان بكون خلصت اللحية. هاي عملنا اللحية يا شباب، هلا ضل بدي احط الكريم، فخلوكم معنا. الكريم يا اخوان مثل ما شايفين هذا هو كريم النعنع. طبعا عندي منه علبتين وثلاثة سبير، يعني معلم لانه العلبة بتقعد معك يعني فترة، بس عشان تخليها سبير فبتخليها معك، فبتيجي بتحط هيك على الوجه وبتبلش ايش؟ تفرك الوجه.
طبعا هذا الحكي انا لوني بفلسطين بعمله كلياته عند الحلاق، اعمل وجه والحلاقه ولسه رافع شعراتي كلياتهم بعملهم عند الحلاق، ولكن لانه انا بالمانيا فبعمل هذا الحكي كلياته بالدار. طبعا هذا النعنع اللي بحط منه بيعرف شو هو، بصير لسوعك لسوعه وبيسلوخك سلوخه. طبعا يا شباب الحلقه شوي اليمين مش نفس الشمال، يعني هاي الجهه مش نفس هاي الجهه، ولكن يعني زي ما بيقولوها اهل زمان ما خلوش شيء الا وحكوا عليه امثال، والله المثل الريحه ولا العدم. تعرفوا هذا المثل الريحه ولا العدم؟ ولا هيك فعليا مش عاجبني كثير، لانه اليمين تحسها نازله اكثر من الشمال، بس اتحمل بورجيكم اياه. فبحط حاليا كريم يا مراد على الحواجب هيك، ومثل ما شايفين نبعد عن منطقة المنخار، بلاش تلسوع لسوعة. خلاص هيك جاهز. طبعا هذه يا اخوان انا بسيبه تقريبا 10 دقايق او 5 دقايق، وبعدين بغسله وخلص بدي افوت اتحمم. بس خلص حمام راح البس لكم لوك العيد ونطلع مشوار، لانه في عندي مشوار راح اخذكم معي طبعا بالمشوار. اللايك والاشتراك بالقناة، وانزلوا تكتبوا تحت تعليق حلو، وخلوكم بالفيديو انتو راح تشوفوا كل اشي. فليتس جو. وهيك يا اخوان شليت حالي مثل ما شايفين جاهز، بدي اروح حاليا اتحمم، وبالفيديو الجاي برجع لكم بالاوتفيت اللي راح البسه تبع العيد، قميص وتجديد ومش عارف شو، فخلوكم معنا وتنسوا. الله يهدي بالك، شوف الاوتفيت اللي لابسه، طلع يا اخوان القميص هاد رفعه زبطات، شوفوا 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 شوفوا، نسوكم طبعا من الغرفة. شوفوا لي البوت النايك هاد، طلع بوت النايك كيف والله، وهيك نظرة كاملة. سوكم من الغرفة يا اخوان، شوف الاوتفيت اللي لابسه، الله يهدي بالك. طبعا خربت علينا شغلة هون بألمانيا، انها صارت حاليا تشتي كبسات. طبعا انا عندي موعد بمنطقة تانية مثل ما شايفين، فشكلي بدي اخذ معي بوستار البسه هلا والبوت احطه بالشنطة، لانه انا رايح على فندق بدي انام ليله بقلب فندق. راح احكي لكم ليش، بس هاي لساتها بتشتي، فشكلي بدي اروح بالبوستار واخذ معي البوت احطه سبير معاي وين بقلب الشنطه. فالمهم اني ورجيتكم اللبسه، واكتبوا لي تحت بالتعليقات تقييمكم لللبسه، وهلا بنعمل كمان شويه لفه وبعدين هيك يا اخوان انا صرت حاليا جاهز. طبعا لبست جوكيت خفيف لانه بتعرفوا عندنا شوي المانيا سقعه. طبعا احنا حاليا بشهر 6 والجو نوعا ما المفروض يكون منيح، ولكن في هون اللي هو جو الشتاء هذا معروف عنها انها بالمانيا بتشتي اكثر من الصيف، بتشتي بالصيف اكثر من الشتاء نفسه. فحاليا بدي اروح انا على القطار، وبدي اروح على منطقه اسمها كيل، بدي اخذ غاد فندق ليله لحالي، وان شاء الله بصور لكم شوي غاد بالمدينه. راح احط لكم كمان حرب الخرز اللي صارت بالحاره، اذا صوروا اصحابي راح اعمل لكم عليها صوت دوبلاج، خلوكم معنا. طبعا يا اخوان انا حاليا وصلت على منطقه كيل، طبعا عندي بكره موعد، عشان هيك اجيت اليوم افضل لانه الطريق ساعتين بتبعد عن هامبورغ، فقلت عشان اضمن الطريق وما يتاخرش بكره عليه القطار، فاضطريت اني احجز فندق. وحاليا طبعا انا رايح على الفندق، وان شاء الله بكره برجع على هامبورغ، وبعدين بصور لكم اب خالته وبصور لكم منتصر. هيك اجواء العيد. طبعا هيك فعليا المانيا يعني فيش فيها صراحه اجواء، او فيش فيها خلينا نحكي اشي تعمله هون، ولكن يعني نوعا ما منيح، مش زي فلسطين مثلا. لانه فلسطين عندك تقدر تعمل فعاليات كتير، تقدر تعمل كتير اشياء، زي مثلا تعمل حرب الخرز. ولا العلم حرب الخرز جيت بدي اخلي الميشا يصور لكم بالحاره، يجوز صور ويجوز ما صورش صراحه ما بعرف. ولكن هذا الفرق بين العيد هون والعيد بفلسطين. العيد الصغير صورت فلوج بفلسطين ونزلت لكم اياه، وهذا العيد هي فلوج بالمانيا ونزلت لكم اياه. احكموا انتو وشوفوا العيد كيف فعليا وين احلى، هون والله بفلسطين. فانزلوا تحت اكتبوا لي بالتعليقات اذا هون والله بفلسطين احلى، وعلى ضمانتي بفلسطين احلى انساني معلم. فخلوكم معنا لحد ما نخلص الفيديو ونكمل لكم اجواء العيد. ليتس جو. هاي هي مثل ما شايفين يا اخوان كيل. طبعا الهبان هوف وين محل ما بتجي السيارات من غاد، لو محطة القطارات الرئيسية. وهون طبعا المشي ببعد عن البان هوف يعني تقريبا 7-8 دقايق، فقلت بروح مشي انا افضل اللي هو على الاوتيل. فبس يعني بدي اقعد هون، ولا بصور لكم شوي بالغرفة، وبكره ان شاء الله بس ارجع على هامبورغ بصور لكم
اجواء الدار عندنا كيف، وبنزلكم ان شاء الله هذا الفيديو، فخلوكم معنا. مثل ما شايفين يا اخوان وصلت حاليا على الفندق. هذا الاوتفيت، هون مدخل الفندق، هون طبعا الحمام، هون مثل ما شايفين الغرفة، طبعا يعني غرفة بسيطة، التخت، الخزانة، هون حطيت اغراضي، المايك والعدة، وهون طبعا الاطلالة مثل ما شايفين. فبس هلا بدي اروح اغير وارتاح، وبكره ان شاء الله بنرجع لكم لما برجع على هامبورغ على منطقتي، وبصور لكم شوية اجواء العيد هيك مع اخوي واب خالته. احنا بنحاول نعمل اجواء وبس، خلوكم معنا. وبهيك يا اخوان حاليا رجعت على هامبورغ بعد بيوم، خلصت اموري ورجعت وبس. يعني هلا خلوكم مع تكملة الفيديو، بس هيك حبيت اوريكم الاحداث اول باول. اب خالته والعيد والشماسي، كل عام وانت بخير اب خالته. وانت بخير مراد. كيف العيد بالمانيا؟ والله فيش عيد. فيش عيد من دوني. اي منتصر كل عام وانت بخير. الصوت بقص عادي. طبعا يا اخوان العيد هون بس بشماسي، يعني انا واب خالته مطقمين نفس اللون، بس اخضر بشماسي. باخضر، والعيد هون كلها معلم بس بشماسي، يعني فيش هون فيش عيد اطلاقا. بس ما فيش عيد، فيش يا عمي هون بالمانيا. وبهيك يا اخوان بنكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم. طبعا انا جيت على هامبورغ مثل ما شايفين. صراحه فيش شيء اصور لكم اياه، فيش اكتيفيتيات، فيش فعاليات اعمل لكم اياها. يعني العيد عندنا هيك هادي. انا اللي عملت جو، رحت حلقت لحيتي بالدار، حطيت كريمات، رحت مشوار، فيعني عمي حاولت اعمل شويه جو. فهيك بنكون وصلنا لنهايه الفلوج. اكتبوا لي رايكم اذا فلوجات المانيا احلى ولا فلوجات فلسطين احلى كاجواء عيد. اكيد الكل راح يحكي فلسطين، ولكن انزلوا اكتبوا تحت رايكم. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، بالرغم انه فيش بقلبه كثير فعاليات، ولكن حبيت اشارككم فيه لانه قلتوا لي اعمل فلوج عيد اعمل فلوج عيد، فحبيت اورجيكم انه هون صراحه فيش شيء تعملوا قلب العيد. فوصلوا هذا الفيديو 1000 لايك اذا انتم قدها، وخلينا نوصل 110,000 مشترك، قربنا جدا. وحاليا اصلا بتشتي عمالها، فاذا بضطر بدي اطلع هلا بلبس بوستار مش البوت الجديد. فاكتبوا لي رايكم تحت بلبسه العيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نراكم ان شاء الله في فيديو جديد.